انا بعمل الفيديو ده عشان اقول للناس كلها في مصر ان اسلام الزوج المجني عليه في قضية الزنا غشني وخدعني لما قال لي انه ما يعرفش اي حاجة، ولا يعرف ان مراته محبوسة، ولا يعرف ان مراته سبق وابتزت الراجل بالفيديو اللي هي صورته، وان اخته كانت شريكة معاه في قضية الابتزاز. اسلام لما جالي وحكى لي انا صدقته، ان الزوج اللي اتطعن في شرفه وفي كرامته وفي عرضه بيدافع عن حقه، الزوج اللي جاي يدور على حقه بالقانون، ان مراته خانته مع راجل تاني. لكن اتضح انه على علم بالموضوع دوت باعترافه في المداخله وانا على الهوا، انه يعرف الموضوع ده من 5 6 اشهر فاتوا، وانه سبق وقدم بلاغ، وانه يعرف ان مراته كانت محبوسه في قضيه ابتزاز. كل ده غش وتدليس ليا انا محاميك، كان لازم تقول لي اللي انت عملته دوت خلاني بعلن انسحابي من القضيه، لانك كذبت عليا ودلست عليا وغشتني. انا لا يمكن اشارك في مهزله فيها فضايح للناس، وفيها تشهير بسمعه الناس، وفيها طعن في اعراض الناس وشرفهم وكرامتهم. انا بعلن انسحابي من القضيه دي.